مفاجأة مبابي التي صدمت الوافد الجديد ماستانتونو، وقرار متوقع من إبراهيم دياز، بالإضافة إلى خليفة كارفاخال الذي يطرق باب الفريق الأول، لن تصدق التفاصيل. مبابي يحرم ماستانتونو من حلمه الأول. مع وصوله إلى مدريد كان فرانكو ماستانتونو يحلم بارتداء القميص رقم 10، الرقم الذي صنع أساطير في ريال مدريد، لكن كيليان مبابي قطع الطريق عليه واختار الرقم لنفسه. وقال ماستانتونو في تصريحات مثيرة: كنت أتمنى ارتداء الرقم 10، لكنه إذا اختاره مبابي فهو يستحقه بكل تأكيد. ورغم ذلك يبدو أن النجم الأرجنتيني الشاب قادم بحماس كبير بعد انضمامه من ريفر بليت، والجميع يتوقع له مستقبلا باهرا مع الميرينجي. إبراهيم دياز يحسم مستقبله مع ريال مدريد. في يوم ميلاده 26 قطع إبراهيم دياز كل الشكوك، مؤكدا تمسكه بالاستمرار مع ريال مدريد رغم العروض الكبيرة من أندية مثل بنفيكا وفانربخشة. صحيفة ماركا أكدت أن النادي الملكي يجهز لتجديد عقده حتى 2027 وسط ثقة متبادلة بين الطرفين. دياز بدوره يركز على تقديم موسم قوي مع المدرب الجديد تشابي ألونسو، إلى جانب مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس أفريقيا المقبلة. خليفة كارفخال يظهر في ريال مدريد. المدافع الشاب خيسوس فورتيا يقدم مستويات مذهلة تحت قيادة ألفارو أربيلوا، ومع أي إصابة قد تلحق بكارفخال أو أرنولد قد نشهد ظهوره مع الفريق الأول هذا الموسم. تشابي ألونسو يعرف قدراته جيدا من الفئات السنية، ويبدو أنه يخطط لإعطائه الفرصة في أقرب وقت ممكن. ماستانتونو لن يسير على خطى فينيسيوس. ريال مدريد قرر أن الوافد الجديد فرانكو ماستانتونو لن يلعب مع الكاستيا مثلما فعل فينيسيوس ورودريغو سابقا، بل سينضم مباشرة للفريق الأول بعد بلوغه سن الرشد منتصف أغسطس. وقال ماستانتونو لشبكة ESPN: أترك الكثير خلفي، لكنني أفكر فيما هو قادم. أريد الانضمام للفريق والتأقلم سريعا والقدرة على المنافسة. تشابي ألونسو أشاد بنضجه الفني والبدني قائلا: نحن سعداء لأنه شاب يتمتع بحاضر رائع ومستقبل باهر. الرقم 9 ما زال شاغرا. رغم ترشيح إندريك وغونزالو غارسيا لارتداء القميص رقم 9، لم يحسم ريال مدريد قراره بعد. تقارير إسبانية أكدت أن السبب وراء ذلك هو احتمالية التعاقد مع مهاجم جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات في 31 أغسطس. ريال مدريد لا يتوقف عن إثارة الجدل. مبابي يفرض كلمته، دياز يتمسك بالميرينجي، المواهب الشابة تطرق الأبواب، والرقم 9 يظل لغزا مفتوحا. برأيك، من اللاعب الذي يجب أن يرتدي الرقم 9 في ريال مدريد هذا الموسم؟